انا مش عارفه في ايه، بس يعني الباودر اتكسرت تاني. هو انا ابتديت احس ان العيب فيا، مش في المنتجات ولا في الفيديوهات ولا في اي حاجه في الدنيا، انا المشكله فيا انا. مساء الفل عليكي، اهلا وسهلا بيكي في الفيديو بتاع النهارده. من اكتر الفيديوهات اللي انا شخصيا بحب اتكلم عليها، لاني بتكلم عن المنتجات اللي انا حبيتها، واتضح كمان ان انتوا بتحبوا الفيديوهات دي وطلبتوا مني ان انا اعملها كل شهر مش كل شهرين. النهارده هنتكلم عن المفضلات بتاعتي بتاعت شهر مارس. فلو حابين تشوفوا المنتجات اللي انا حبيتها الفتره دي واستخدمتها كتير قوي الشهر ده، تابعوا معايا الفيديو للاخر. وكالعاده قبل ما ابتدي الفيديو عايزه افكرك ما تنسيش تشتركي في القناه من كلمه سبسكرايب اللي بتبقى موجوده تحت الفيديو. كمان ما تنسيش تدوسي على علامه الجرس الصغيره اللي بتبقى جنبها عشان يوصلك اشعارات بالفيديوهات الجديده، وتكتبي لي في الكومنتات تحت الايموجي بتاع النهارده واللي تعرفيه في اخر الفيديو. ويلا بينا نبتدي الفيديو. اوكي، اول حاجه واللي عندي في الكوليكشن لازم تبقى موجوده، لازم على الاقل علبه واحده من المنتج ده تكون موجوده عندي، كل ما بتخلص ما بشتري منه تاني. هو ماك فيكس بلس. يمكن الشهر ده من اكتر الشهور اللي استخدمته، لان دي اقدم علبه عندي فابتديت اطلعها عشان خاطر استخدمها قبل ما تبقى اكسبايرد. انا بحب المنتج ده، بستخدمه للاي شادو، بستخدمه ان انا بحطه بعد الميك اب. ملوش دعوه بالتثبيت عشان دي خطأ شائع جدا البنات بتقع فيه. هو مش مثبت ميك اب، هو بيخلص الميك اب او بيفينش الميك اب. انا بحب ريحته جدا، بحب الافكت بتاعه على بشرتي، بحبه كله على بعضه. ده اللي هو الاوريجينال اللي ما فيهوش اي ريحه او اي لون خالص. تاني حاجه حبيتها الشهر ده، حبيت الافكت بتاعها، كان الفاونديشن بتاع ميك اب ريفوليوشن. ده كان اجدد فاونديشن عندهم اللي هو اسمه كونسيل اند ديفاين. اولا انا جبت درجتين لان الدرجتين بينهم فرق شاسع، واحده على بني قوي يعني يمكن اغمق من درجتي، والتانية لون على اصفر قوي، بس الميكس ما بين الاتنين بيرفكت. الدرجة الاولانية 10.5 والدرجة التانية 9.5. اولا هو شكل ايديه كده من جوه شبه ايدين الكونسيلر بس كبيرة شوية. انا ما بحبش خالص الايدين بتاعته. اولا مش هايجينيك، ثانيا ببتدي ادخل واخرج كتير، شخصيا دي مش حاجه مش مفضله بالنسبه لي. لكن الافكت بتاعه مات او مات في سنه لمعه بسيطه، خصوصا هنا مثلا عند الحتت العاليه من الوش. انا شايفه انه حلو قوي للناس اللي بشرتها عاديه مختلطه دهنيه. الناس اللي بشرتها جافه ده هيبين كل خط وكل تجاعيده عندك في وشك لبكره. ثباته حلو على البشرة، بس لقيت مع بعض المنتجات التانية بيبتدي يكلكع هنا حوالين الخدود. لكن مش مع كل المنتجات، مع منتجات معينة، مع برايمر معين ومع باودر معينة. لكن مع بقية المنتجات انا شايفه ان هو بيرفكت قوي، شايفه ان هو حلو جدا، من الاوبشنز اللطيفه اللي موجوده في الدراج ستور او يعتبر دراج ستور. حاجه كمان من الحاجات القديمه عندي في الكوليكشن واللي انا شخصيا حبيتها جدا الفتره اللي فاتت، ابتديت ادخل الالوان الايلاينر في الميك اب بتاعي. لو انتوا شفتوا الميك اب اللي فات هتلاحظوا انه كان فيه لون بنفسجي كده جوه عينيا. اللون البنفسجي ده كان من ميبلين كولر شو، ده عباره عن قلم كحل من ميبلين لونه بنفسجي. اللي عجبني في اللون ده ان مش لونه بنفسجي فاقع او لونه بنفسجي يخليكي ما تعرفيش تحطيه فين. حلو قوي مع السموكي لانه غامق وفيه شويه زي ازرق اندرتون، فيبقى حلو قوي للعينين العسلي، حلو قوي مع العدسات، حلو جدا في السموكي، حلو حتى لو انت هتحطي ميك اب عادي او ميك اب نيوترال. حلو قوي اللون لانه مش فاقع قوي، ما بيديش الايفكت القوي ان انا حاطه بنفسجي في عينيا. لو انتوا فاكرين الاقلام البنفسجي بتاعت ايفن بتاعت زمان، لا هادي شويه، بيدي شكل ناعم وفي نفس الوقت بيدي تحديد للعين. ثباته كويس مش وحش، متوسط. لكن بالنسبه لحاجه من الدراج ستور، من الحاجات اللطيفه قوي اللي انا حبيتها برضو الشهر ده. الفتره دي كانت طالبه معايا كونتور جدا جدا، ابتديت او حتى برونزر بحاجات كريمي. يمكن كنت قعدت فتره بفضل قوي الحاجات الباودر، بس اول ما ابتديت اشتري حاجات كريمي تاني عشان اجربها فقلت اوكي خليني اجرب تكنيك جديد في الميك اب. فابتديت استخدم الاتنين دول مع بعض. الاتنين دول مع بعض بالمناسبه انا حاطه منهم النهارده. واحد هو عباره عن برونزر او الاندرتون بتاعه احمر اللي هو بتاع فينتي بيوتي اللي اسمه كوكو. ده عباره عن مفروض ان هو كونتور ستيك، لكن اللون بتاعه على بني او لونه بني محمر. شايفين الدرجه بتاعته عامله ازاي؟ فهو حلو قوي كبرونزر. الميزه بقى ان انا لما دمجته مع اللون التاني ده من ميبلين فيت مي، ده عباره عن فاونديشن ستيك رقمي فيه 330. الفاونديشن ده انا كنت جايباه كفاونديشن، بس اكتشفت ان هو لونه غامق جدا ولونه فيه زي جراي او سن اخضر كده، بس مدي على رصاصي. بس انا مش عارفه انتوا هتشوفوا الفرق ما بين الاتنين ولا لا، بس شايفين ده قد ايه على جراي
وده قد ايه على احمر. الاتنين بيدوني كونتور ناعم قوي. لو انا عايزه ممكن ازود بتاع لونه جراي شويه، لكن بيدي كونتور ناعم، بيدي تحديد للمعالم بطريقه حلوه جدا. من احلى الميكس اللي انا جربته. لو انا عايزه اعمل بس برونزر كده وعايزه ادي لون لبشرتي بستخدم بتاع فينتي. لو انا عايزه اعمل كونتور واعمل تحديد اكتر للوش سبدمج معاه اللون ده من ميبلين فيت مي. الاتنين ناعمين جدا، الاتنين دمجهم سهل جدا سواء بسبونجة. ساعات بستخدم كتير الفرشة بتاعتي عشان تسهل شوية، لاني كمان لقيت ان مع السبونجة بتاع فينتي بيختفي، ما بيبقاش موجود اي حاجة في وشي. فلما بدمجه بفرشة بيبقى لسه موجود على بشرتي، بيدي ضي حلو قوي، بيدي تحديد حلو قوي للبشرة. فدول برضو من الحاجات اللي عجبتني قوي الشهر ده. الباودر، جربت باودر جديده الشهر ده، من الحاجات برضو اللي انا اشتريتها الفتره اللي فاتت ولسه ما شافتش الفيديو، ما شافش النور، لكن حقيقي مبسوطه جدا جدا من الكواليتي. الباودر دي هي من ميك اب ريفوليوشن بانانا لايت. كنت فاكره ان هي تبقى فاتحه قوي، لكن اكتشفت ان هي لون لطيف جدا مناسب معايا. وكنت فاكره ان العلبه اكبر من كده، لقيت ان العلبه صغيره جدا رغم ان المنتج اللي جوه كبير 32 جرام. العلبه دي كبيره بس هي اللي مش باين عليها. المهم الباودر الافكت بتاعها فظيع تحت العينين، بتثبت الكونسيلر، بيغلط اخر اليوم، بيديني ملمس ناعم جدا. لكن عيبها الوحيد الباكجينج غبي جدا. ليه؟ لو انا قربت من الكاميرا هتشوفوا ان الباكج منه فيه، يعني شايفين الغطا بعدين نزل على طول العلبه، مفيش حته الباودر الزياده تتبقى. يعني خليني اوريكم كده مثلا مثال في باودر تانية جنبي عشوائيه. شايفين هنا عاملين لها ازاي الباودر، هنا في النقط وهي في زي حته زي طبق جوه بيتبقى فيه الباودر الزياده، دي مفيهاش. يعني الغطا على طول على الخروم، هنا الغطا في الخروم وبعدين في لسه حته تحطي فيها الباودر. فتخيلي بقى بباكجينج زي كده اي زياده انت بتحطيها حاجه من الاتنين، يا اما هترميها في الارض، يا اما هتضطري تستخدميها في حته تاني من وشك، يا اما هتنزلي حته صغيره خالص من الخروم علشان خاطر ما تهدريش كتير من المنتج. كنت اتمنى ان بس يبقى في حاجه تخلي اشيل المنتج الزياده فيها بدل ما بيهدر مني، ساعات كتير بيقع مني غصب عني. فدي الحاجه الوحيده اللي انا مش حباها في المنتج ده. لكن المنتج نفسه او الباودر نفسها والتأثير بتاعها على بشرتي انا حباه جدا. الجودة بتاعتها لقيتها انها ممتازة وتقارن حاجات كتير قوي انا جايباها من الهاي اند. حابة جدا ان انا اشارك معاكم الحب بتاع الباليت دي. انا كنت ركناها وزي ما قلت لكم بطلع حاجات كده من الحاجات القديمة عندي اللي قربت تبقى اكسبايرد، وابتديت استخدمها تاني ورجعت اكتشف المنتجات اللي عندي تاني. الباليت دي عبارة عن بيقولوا ان هي مصحح الوان، لان فيها الاربع الوان زي ما انتم شايفين. هي اتكسرت قبل التصوير النهارده، فيها الاربع الوان. فالفكره في الباليت دي ان انا ما بستخدمهاش لتصحيح ولا اي حاجه خالص. كنت الاول بستخدمها كده، لكن دلوقتي بقيت بستخدمها في التثبيت كانها باودر عاديه. بتبقى فاتحه شويه لان فيها اصفر وفيها لون على بينك ولون على ابيض، فالالوان الميكس ما بينهم بتبقى فاتحه، فبحطها تحت عينيا. منها اثبت الميك اب وانا بستخدمها برضو النهارده، منها بثبت الميك اب، ومنها كمان بفتح الاماكن اللي ممكن يكون الفاونديشن غمقها شويه او عايزاها تظهر اكتر في بشرتي. فدي من الحاجات اللطيفه قوي اللي انا حبيتها وابتديت استخدمها كتير قوي الشهر اللي فات. اخر حاجتين موجودين معانا في الفيديو النهارده. اول حاجه هي علبه اي شادو. الحاجات اللي جربتها وحابه اكلمكم عليها النهارده هي مش مفاجاه، هي من ميك اب ريفوليوشن. الباليت دي اسمها ريلودد بروفاكتيف. اول مره اجيب باليت كلها بينكات. طيب مش هخش التفاصيل قوي في الباليت دي، بس هقول لكم ايه اللي عجبني فيها، ليه انا اتكلمت عليها في المفضلات بتاعتي الشهر ده. اول حاجه لنفس السبب اللي انا لسه قايلاه ان كلها بينك، وانا ساعات بيخش عليا فتره ببقى عايزه كل حاجه بينك، بحط اي شادو بينك، بحط في ضوافري بينك، ساعات بخلي الخلفيه بينك، وكمان ترندي الالوان دي نازله موضه قوي. فالباليت دي لطيفه قوي، كل حاجه فيها حلوه ما عدا الالوان الشيمر. الالوان المات لطيفه جدا حلوه قوي، البيجمنتيشن بتاعها رائع. الالوان الشيمر غير ان هي في الوان متكرره فيها، ودي حاجه مضايقاني جدا لان كل الباليتات اللي انا جبتها من الماركه دي فيها نفس الحكايه. البيجمنتيشن بتاعها موجود بس خفيف قوي، فهي مش وحشه، هي لطيفه، لكن عايزه حد لسه بيبتدي. فباليت لطيفه جدا، حلوه قوي، الالوان بتاعتها حلوه العرايس، حلوه لبنوته قاعده في البيت، حلوه لحد خارج في الجامعه. فانت ممكن تلعبي حلوه قوي بباليت زي كده وتبتدي تتدربي فيها، خصوصا ان المات هو اللي يهمك، لان الالوان المات هي اللي بيبقى عليها اغلبيه اللوك. انا شايفه ان حاجه زي كده لطيفه قوي.
اخر حاجه، وده كان اول منتج اجربه من البراند دي ولغايه دلوقتي انا حقيقي مبسوطه منه قوي، هو الكونسيلر ده من كاتريس. مبدئيا الالوان فظيعه بشعه جدا، ده اغمق لون وده فاتح عليا يمكن 4-5 درجات، يعني كفايه ان انا احطه بس قريب من وشي تبقوا عارفين قد ايه فاتح. لو هنتكلم عن الكونسيلر نفسه فهو كونسيلر ووتر بروف، ان هو مضاد للميه. انا ما جربتوش اذا كان مضاد للميه ولا لا، بس الكثافه بتاعته عجبتني قوي، الثبات بتاعه على العين حلو قوي. انا ساعات كنت بستخدمه كبيز للاي شادو بتاعي، او ساعات كنت بدمجه مع كونسيلر تاني يكون اغمق شويه، بما ان هو فاتح جدا عليا، شايفين فاتح قد ايه، بيندمج كويس قوي، بيثبت تحت العين كويس قوي مع باودر او حتى مع اي باودر انا بستخدمها. مشكله الالوان، يعني هما لو حلوا مشكله الالوان بتهيألي الكونسيلر ده هيبقى من احلى الحاجات الموجوده في الدراج ستور. بحس ان هو بينشف بسرعه شويه، فلو انت عندك الكونسيلر او عايزه تشتريه انك تشتغلي بسرعه قوي بيه، تدمجيه بسرعه، لان انت لو ما لحقتيش تدمجيه خلاص هيثبت على كده، بيبقى صعب شويه ان انت ترجعي تظبطي الكونسيلر بتاعك بعد ما ينشف. الكونسيلر لطيف قوي، حلو قوي، بس حلو قوي للناس البيضه، حلو للناس الفاتحه، الناس اللي لونها قمحي اللي زيي هتلاقي مشكله كبيره قوي في الكونسيلر ده. ده كان اخر منتج معانا النهارده في المنتجات اللي عجبتني في شهر مارس. اتمنى تكون الحاجات دي عجبتكم، واتمنى تكونوا استفدتوا منها ومن رايي فيها. قوليلي في الكومنتات ايه اكتر منتج انت حبيتيه وجربتيه الشهر ده. انا شخصيا بجد بحب جدا اسمع ترشيحاتكم وبحب اسمع رايكم، فقولوا لي في الكومنتات. بس كده، ما تنسيش تتابعيني على الانستجرام ميك اب باي فانا، هسيبه لكم تحت في صندوق الوصف. بس كده، واشوفكم خير ان شاء الله الفيديو اللي جاي. باي باي.